تعالى شفت جبتك ازاي؟ اسمي داني. ايه بقى؟ خلاص دي يا عم حته في الفلوج قسما بالله. بحب الكونتنت بتاعك جدا حبيبي شكرا. هتقول لي عادي في ناس صغيره وبتاخد، في ناس صغيره وبتاخد. وقبل ما تفكر تشتري اي سبلمنت اثنين وازاي هتعمل فوليوم مناسب وكل ده. هتحتاج تشتغل على لين بوش اب. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده في تجمع في الكاليستانكس، كل الناس اللي بتلعب كاليستانكس من جميع انحاء مصر جايين عندنا النهارده. كابتن اكرم دلوقتي بيتكلم ورايا، فاحنا هنروح نسمعه ومفروض انا اتكلم بعده. وهنشوف بقى اليوم هيمشي ازاي. وابو زيد اهو منور اخويا ابو زيد. بس كده بحب احطه في اي حاجه، هو مفيش حاجه هتتقال بس اخويا يعني. الحمد لله يعني. فعايز يقول لي ازاي الموضوع مشي معاه وازاي الايفنتات اللي قبل كده دي فرقت معاك ازاي. السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ منورنا والله، ومبسوط ان احنا بنتجمع، بقالنا كتير ما عملناش الموضوع ده. اخر مره تقريبا اتجمعنا كده كلنا كنت انا في تانية اعدادي مثلا. انا دلوقتي متخرج ومتجوز. انا بكذب، انا مش متجوز. فمبسوط قوي ان انتوا جيتوا، مبسوط قوي ان انتوا في كذا حد سالني لسه تقريبا اول مره اصلا يشوف بارات وبتاع والكلام ده، فده حلو. كم واحد بقى اول مره اصلا يجي ايفنت كاليستانكس او يبدا كاليستانكس ويشوف ناس بتلعب كاليستانكس؟ ارفع ايدك، ما تكسفش. ارفع يا عم، ارفع ايدك فوق. انت وانت موطي ايدك شايفك. ماشي، حلو قوي. بصوا بقى، احنا هنا النهارده معانا شباب زي الورد، خيرة شباب الكاليستانكس. فانت لو من الاخر ما نفختش الناس دي اسئله، انت كده هتبقى عبيط بصراحه. انا بكلمك بصراحه، انت اخويا الصغير والكبير وكل حاجه، فاسال الناس دي كل الاسئله اللي انت عايز تسالها. اللي حصل ايه بقى في السنين، الفتره اللي قعدنا فيها الدنيا بايظه ومفيش ايفنتات بتحصل وكل الكلام ده، بدات الدنيا تبقى ايه، احزاب. عارفين انتوا الشغل ده طبعا، وانا مخصم مع ده وبتاع والدايره بتاعتي والحاجات دي، فاكرين نفسهم بيغنوا راب ولا ايه مش عارف. فالحوار ده ما كانش احسن حاجه يعني. بدات الناس بقى تتفرق وانا مش عارف فين وانا فين. بغض النظر عن الحوار اللي انا عملته انا وكريم ده، يا جدعان كنا بنهزر. الخناقه اللي عملتها انا وكريم اهو كنا بنهزر، وكان موضوع لذيذ يعني. وكان الهدف من الموضوع ده ان احنا نلفت نظر الناس اللي مالهاش علاقه بالكاليستانكس اصلا في ايه بيحصل. ندخل الناس الكوميونتي بتاع الجيم والكوميونتي بتاع الام ام اي والناس بتاع الفايتنج. الكوميونتي ده اكبر من الكوميونتي بتاعنا. ليه بقى؟ لان هم مش مقسمين نفسهم احزاب. لو خدت بالك هتلاقي الشباب بتاعت الجيم كلها مجمعه بعض كلها ويزقوا بعض لقدام. الشباب بتاع الام ام اي كلها، بغض النظر طبعا عن الفايتات اللي بتحصل والحاجات دي ضروري انها تحصل عشان اصلا الام ام اي خناقات وريج وبتاع، فلازم يكون في ده يعني. بس هتلاقيهم كلهم يلا احنا مع بعض، فاحنا هنزق بعض، فهنوصل لحته كويسه. فاللي احنا عايزين نعمله الفتره الجايه زي ما كابتن اكرم قال، اول حاجه طبعا بشكر، اول حاجه ايه ده، اخر حاجه ولا في النص حاجه. بشكر كابتن اكرم ان هو قال الفكره دي واشتغل عليها، والشباب بتاعته طبعا كلهم النهارده موجودين معانا في المكان، واحنا مبسوطين ان كلكم موجودين. وكانت فكره حلوه ان احنا نتجمع من تاني ونبدا من تاني، مع اني مش شايف على فكره الناس القديمه، يعني انا مش شايف الناس القديمه كتير لو خدت بالك. ده اللي انا عايزه يعني. كان نفسي الناس القديمه بقى تبقى موجوده، يعني انا ما عنديش بصراحه مشاكل مع حد خالص. ما انا هقول الا كام واحد كده. يعني بعيدا عن المشاكل وعن الناس القديمه، احنا عايزين دلوقتي احنا بنعمل كوميونتي جديد. سيبك من اي حد في الكاليستانكس يعني اللي مش عايز يبقى معانا، احنا عايزين روح رياضيه. فانت لو عندكش روح رياضيه فخلاص انت مش حابب كده، دي حاجه ترجع لك. انا عايز دلوقتي الناس اللي موجوده صافيه لبعض والناس بتحب اللعبه. انا بالنسبه لي لو الناس دي انا هشوفها تاني نفس الناس اللي موجوده، مفيش حد من الناس القديمه موجود، فشكرا الناس دي كفايه، لان هي دي اللي هتبني فعلا الكاليستانكس السنين الجايه. صح. الايفنت ده معمول للناس اللي لسه بتبدا، فان انت تيجي ده اكتر حاجه تبسطني. انا عملت ده ليه؟ عملته عشان انا كنت عايز ده يحصل. لما انا بدات، انا لما بدات ما كانش في حد اصلا فعلا، كنا كل جروب لوحده في منطقه، ما حدش عارف حد، كلنا بنتمرن مع نفسنا، ونبعت بقى حمام زاجل والحاجات دي عشان ما كانش فيه واتساب. ان انت لما بتحتك بلعيبه كاليستانكس، انت هي دي الخبره. هي مهما في علم حتى لو ذاكرت من كتب،
كاليستانكس مش قايمه على العلم، هي قايمه اكتر على الخبره. انت بتاخد يعني لو حد سافر لعب بطوله بيكتشف ان في حاجات كتير انت مش عارفها. ايه ده؟ هي دي بتتلعب كده؟ ايه ده؟ هو في تمرين بيتعمل كده؟ هي دي ممكن تتعمل كده بشكل اسرع؟ بعدين مفيش اخصام واعداء بقى بره اه خالص يعني. ما علينا فيه ولا فيه ما فيش. في مثلا الفلوجز اللي اللعيبه بتعملها بره، في ناس هنا هي اتمرنت وكملت ووصلت لمستوى عالي ان هم بيشوفوا فلوجز بتاع لعيبه عاملين كوميونتي ومتجمعين. فهي دي الكاليستانكس. ماشي، انا ممكن اخد 3 اسئله بس، فاللي عايز يسال سؤال يرفع ايده وارد على 3 اسئله في السريع ونخش نعمل سكيلز على طول. اتفضل يا كابتن كريم. نلعب تاني امتى؟ كابتن كريم عامل ريماتش انا وهو، لعبنا باتل وخسرني، بس ده كان طبعا تحيز من التحكيم. كابتن اكرم كان بيحكم. لا تتعوض ان شاء الله قريب قوي، وكمان 15 20 سنه كده. حد عنده سؤال بجد عن الكاليستانكس؟ عادي، ممكن تبقى حاجه بديهيه جدا او انت لسه بادئ، عادي، ما حدش يتكسف. استغلوا يا جدعان الاجابات دي. اتفضل. ايه رايك في المكملات؟ رايي في المكملات الغذائيه، الحاجات دي بتجيب عقم يا جدعان. بهزر. سبلمنتس عادي، ما فيش فيها اي مشكله، بس طبعا لما يكون عندك 18 سنه وفيما فوق. هتقول لي عادي في ناس صغيره وبتاخد، في ناس صغيره وبتاخد، بس الابحاث العلميه بتبدا على الناس من سن 18 سنه. فانت ما تجيش يبقى عندك 15 سنه وتقول انا هاخد كرياتين عشان مش وما تتوقعش حاجه بقى ايه يعني رهيبه من ان انت مثلا تاخد كرياتين هتبقى البيج رامي مثلا. ده مش حقيقي. وانت صغير ابعد بقى عن الحاجات اللي هي بري ورك اوت والسبلمنتس اللي بتدي هايب في التمرين او بتشتغل على النيرف سيستم او ضربات القلب والكلام ده، عشان بس ما تتعبش. خليك في البروتين والكرياتين. اتفضل يا كابتن اكرم. كم واحد من الناس الجامده في الكاليستانكس هو فضل ياخد مكملات فتره كبيره عشان يوصل للمستوى ده؟ ما فيش بصراحه يعني. 90% من الناس ما بتعتمدش على ولا ما فيش بادجت ده صح. 90% من الناس اللي بتتمرن بتعتمد، والله كمان ما بيعملوش دايت. يعني افاجئك مفاجاه جامده قوي، ما بيعملوش دايت، بياكلوا اي حاجه. كابتن محمد سعد لسه واكل وافل بالموز قبل ما يجي، اراهن وافل بالموز قبل ما يجي، وما شاء الله فورمه وبطل جمهوريه وبطل عالم وراجل قد الدنيا. ف سبلمنتس لو عايز تاخد ممكن تاخد كرياتين وتاخد بروتين. حد عنده سؤال تاني؟ سؤال بالسرعه. اتفضل يا كابتن. في حاجات سبلمنتس غير الكرياتين والبروتين والكلام ده اللي هي انت عندك اصلا نقص فيها زي الحديد. هو ممكن نعتبره سبلمنت لانك هتاخده من بره، بس لو شخص عنده مثلا انيميا فهو بيشتغل بقدره اقل بكتير من قدرته كبني ادم طبيعي. فانت الاول يعني انصح اي حد موجود هنا لو هو مش بياكل كويس، مش قد كده في الاكل مثلا، ان هو يعمل تحاليل فيتامين د، مغنيسيوم، حاجات اللي هي اصلا اساسيه موجوده المفروض انت تدخلها من اكلك، بس انت عندك نقص فيه. فلو خدتها مش هتحتاج اصلا لاي مكملات من بره لانك هتشتغل بقدرتك الطبيعيه. وقبل ما تفكر تشتري اي سبلمنت اهتم بالنوم، ده اكتر حاجه هتساعدك انك تتطور. حقيقي صح. بس انا ممكن اخش كده من غير تسخين، حاجه خفيفه. كابتن مروان هيورينا حاجه من غير ورم اب، ما تعملوش زيه، لازم تسخن كويس. ما تعملوش زي يا جدعان. اول حاجه غلط بقى تعملها ان انت تخش من غير تسخين، بس عادي حاجه خفيفه. لا مش كده، العرض.
عالمي هو ده. ليه؟ مش عارف مختارة. So I collapse, I'm spilling these raps, long as you feel it. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. ايوه Not that I'ma stop killing them, and I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them. Women are caught in web, spinning in hawk venom. The criminal cop killing hip-hop, filling a minimal swap to cop listeners. You're coming with me, feel it or not, you're gonna fear it like I showed you the spirit of God. يا جماعه من اقدم الناس اللي بتلعب كاليستانكس في مصر، كسب بطوله عالم فوق السن ال 30. ما شاء الله الراجل يعني جامد جدا، هيورينا شو دلوقتي في الفري ستايل. بقول لك ايه كابتن شيتوس يا جماعه مثال حي لكريستيانو رونالدو فوق ال 35 عام. 36 سنة ولسه اهو في كأس العالم معانا. في ايه مالها؟ هجيب لك واحده تاني حالا. واحده حالا اهو. هات يا ابني بسرعه يا ابني. والله شيتوس ولد ودي. ايوه شيت ايوه عالمي. يا جدع جاي علق جامد. يا اسطى ممكن تركز على الراجل ده، هو المفروض يتصور يعني. انا مش فاهم اللي بيلوش هنا مش فاهم الشغلانه دي. ده صعب يا عم والله. شوف شغلك بعد اذنك يا راجل. يا جدعان اللي عايز اي حاجه في التصوير يكلمني. اخويا مار. اللي عايز اي حاجه في التصوير يكلم الراجل المحترم ده. لا يا اسطى ما شاء الله معاه جادجت جامده. انا بصور بكاميرا حقيره بصراحه، بس الراجل ده علامه. انا لسه واخد رقمه وباذن الله يصورني، عشان ده اللي بيصور دلوقتي ده بيصور زي الزفت صراحه. انا بتكلم بصراحه. كده الكاميرا دي انا اخدها مروح. خدها يا حبيبي. بعدت شويه بس عن الزحمه عشان ايه نرد على شويه الاسئله اللي جت. انا معاك في الايفنت وعايز اتصور معاك، وانا اصغر واحد هنا. حاول تعرف انا مين. طب ليه يا دانيال كده؟ ما اسمك دانيال جوزيف اهو. ممكن امسك المايك دلوقتي اقول دانيال جوزيف فين؟ طب تعالى بقى نعمل الحركه دي. تعالى معلش يا كابتن اكرم ثانيه كده بس عشان معايا حوار بس. انت شغال؟ ندوس على الباور. مايك شغال؟ دانيال جوزيف فين؟ المحفظه بتاعته واقعه منه. ده كاتب على الاسك؟ دانيال جوزيف فين؟ المحفظه بتاعته واقعه منه. ده على الاسك بجد؟ انت فين يا دانيال؟ ده مكتوب على الاسك. مش هتطلع؟ تعالى شفت جبتك ازاي؟ اسمي دانيال. ايه بقى؟ خلاص شفت جبتك ازاي؟ ولا المحفظه وقعت ولا حاجه. تعالى بقى نتصور. تعمل حوار انت ها؟ عايزه اصور معاك الصراحه وشايف ماشي هنتصور. يلا. انت رجلك دي عامل انا مش شايف حاجه. انت مش عارف ان الاسم بيظهر على اسك؟ لا بقى انا بعرف. انت جامد والله. تلعب كاليستانكس؟ بتعمل ايه؟ معاك حركات ايه؟ في 1 ارم ليفر. لا استنى باخد المايك ده. 1 ارم البو ليفر وايه تاني؟ وايه تاني؟ بول اب وشين اب ومش عارف. بتعرف تعمل دبس؟ تعال نعمل دبس انا وانت دلوقتي. ماشي. هنشوف مين اللي هيجيبها اكتر. هتخسر عشان دي انستجرام. انا بقول لك ايه؟ مين اللي هيخسر عشان دي انستجرام؟ بس ده فيديو يوتيوب يا معلم، ده في العرض. لا هخسر. ماشي. شفت بقى؟ هتخسر انت كده. تعالى نلعب. يلا 10 عدات بس ها؟
تعرف تعمل 10 عدات؟ ممكن يعني. ماشي. هحاول. ولا 5؟ اي حاجه اي حاجه. يلا يلا. جامد. ايوه يا دانيال. بس كفايه. تعلم يا عم. لا بس عايز اوريك حاجه تقول لي ركز، مش عارف اعرف اعملها هنا طب ولا لا. استنى تريح شويه تاخد نفسك ولا هتخش لا، على لا، طول؟ خش. يلا. اساعدك؟ لا لا. يلا. جامد. انت حلو أوي يا عم. ايوه يا دانيال. بالراحه. ايوه. جامد يا عم، اقسم بالله جامد. عالمي. انت ساكن فين؟ مدينه نصر، انا جايلك من مدينه نصر، مشوار نص ساعه. بجد والله؟ بامانه جاي عشانك. اخويا اقسم بالله، اخويا يا عم، اخويا. اقبل الميه. ها. مش تيجي تاخد معايا تمرينه بقى؟ هحاول بس انت عارف حلمي ده؟ عارف حلمي. تتمرن هناك؟ تتمرن هناك؟ ايوه ده كوبرا ستريتس ده ولا ايه؟ ايوه يا عم. طب شوف لو عايز تيجي بقى قول لي، ماشي؟ اخويا. اخويا يا عم والله. شفت جبتك ها؟ جبتك بقى خلاص. هو في ايه؟ عامل ايه؟ انا جيت مره يا اسطى، وايه اللي حصل؟ كنت سالتك طب قبل ما اجي انت ما سالتنيش يا معلم. يا اسطى، جيت مره. انت ما سالتنيش. نتمرن ازاي بالمنظر؟ اتمرن بقى. قول لي. ليفر اصلا مش جاي معاه سكه. فرونت ليفر مش جاي معاك سكه؟ ليه بقى؟ في الادفانس يسطا 15 ثانيه لحد دلوقتي. 15 ثانيه ادفانسد؟ طب ما حلو. حوالي 4 بولا بطق، فاهم؟ ماشي. اسلام يعني بيحط له البروجرام وما فيهوش حاجه، فاهم؟ بس انا حاسس ان انا بقلت يعني. ما توريني كده اقوى حاجه بتعملها في الفرونت ليفر ونشوف. ماشي. تعالى. جامد. انا حاسك تقدر تبعد رجلك اكتر، جرب كده. الاثنين مع بعض. بتعمل تك وتفرد رجلك، تعمل تك وتفرد رجلك. لا جربها كده. يلا افرد رجلك فرونت بسرعه بسرعه بسرعه. لم تاني. افرد رجلك تاني. لم تاني بالراحه بالراحه. افرد رجلك تاني. بس خلاص. بص انت عندك مشكله بسيطه في الجلوتس. ان انت مش بتشدها. لما انت فردت دلوقتي فرونت ليفر انت سايب الجلوتس واقعه منك كده خالص. هتعمل تمرين اسمه هولو بادي هولد، عارفه؟ بتنام على ظهرك كده وبترفع ايدك. ايوه تمام. هتعمل التمرين ده، هتركز فيه انك تشد الجلوتس قوي. حاول تبدا تحط دي في جدول التمرين بتاعك. استاذن الكابتن بتاعك وقول له انا عايز احط دي في جدول التمرين. شوف هيقول لك ايه. تعالى النهارده يلا تعالى هنا. اي حد تقابله في فيش. قول بقى. سؤالي بس كان سؤالي هو ازاي انظم ما بين التمرين والسكيلز، يعني دي اكبر مشاكلي، غير كده انا تمام في اي حاجه ثانيه. حلو قوي. ازاي تنظم بين البيزكس تقصد ولا السكيلز؟ بيزكس اللي هي العقله والماسل اب والضغط والكلام ده، صح؟ يعني انا منظم تمريني مثلا اللي هو ب4 ايام في الاسبوع مثلا، يوم للبوش لوحديه مثلا. ماشي. والباك والكور بقى بالليج مع بعضيه، ويوم بقى مجمع كله مع بعضيه بقى زي سيركتس كده. طيب ماشي. فاهم الفكره؟ حلو. انت دلوقتي الهدف بتاعك من الكاليستينكس ايه؟ انت عايز تعمل سكيلز؟ يعني عايز اعمل سكيلز في نفس الوقت السترينث يعني. ليه بقى؟ يعني دي حاجه كده شخصيه، يعني عايز يبقى عندي السترينث بس في العموم يعني. طيب مين قال لك شكل بعيدا عن مين قال لك ان انت مش هتعرف تعمل السترينث بالتمرين عادي؟ يعني بالسكيلز عادي. ما حدش قال لي، بس انا عايز بس اعرف ازاي انظم ما بين الاثنين. طيب هقول لك على حاجه بسيطه. بتلعب ليجز ولا لا؟ بلعب. طيب هتعمل هتتمرن 3 ايام سكيلز بس هتحط فيهم بلانش وفرونت مع بعض. ماشي. يعني بلانش وفرونت في نفس اليوم، بوش وبول في نفس اليوم، بوش وبول في نفس اليوم. وهتتمرن يوم واحد بس هتحط فيه البوش والبول والليجز سترينث. يعني 3 ايام سكيلز ويوم بس سترينث. اطلع بتاعتك يلا. ولا ينفع اسال سؤال؟ طبعا له علاقه باللي احنا عملناه. طبعا. هل انت كنت تتوقع ان انت تعمل ده في يوم من الايام لما انت جيت تتمرن يا مروان، ولا انت كنت بتتمرن علشان زي ما انت قلت تنمر وتريقه الناس وبتاع؟ وريولي كده الناس، ولا انت شايف ايه؟ هقول لك بقى. انا بصراحه اتمرنت عشان انت اعمل الحركه دي، وعشان العيال كانت بتتنمر عليا، كانت بتفشخني وانا صغير. طب انت ليه عملت معايا كده؟ هقول لك على حاجه.
كريم انا انتشلتك من الظلام، جاوب صح ولا غلط؟ مطيع بيسمع الكلام، متربي. وانا دخلتك في الظلام حرفيا. مطروح. احساسك ايه يا منى وانت اصغر بنت بتلعب كاليستانكس في مصر وجامده كده؟ تحفه، مبسوطه قوي، مبسوطه بجد؟ قوي ان انا عملت انجاز بصراحه، مفيش بنت يعني عامله كده. طب هل باذن الله الفتره الجايه هنشوف بطوله؟ ان شاء الله اكيد، حسن المستوى. تحسين في تحسين الفتره تحسين الجايه؟ الفتره الجايه. خلاص مش عايز تعمل عندي ستاند هنا او اي حاجه روشه؟ يلا. بالمايك. عادي عادي. خليك معايا ها؟ بس اما يخلص عشان اقع. ايوه شيتو وسع ان شاء الله. سات ولا ايه؟ ده يا بنتي ان شاء الله. صور كده فجاه يجي كده. ان شاء الله. دوبه ورا مقص، دوبه ورا مقص. هو لا خش انت. الله وحش. ولد كان شغال معايا. ماشي يا باشا، خلاص ماشي، يلا سلام. كابتن سكيني، انا شرف كبير ليا جدا ان انا واقف جنب حضرتك، شخصيه مشهوره يا جماعه. تيجي تعدي يوتيوب، تيجي تعدي يوتيوب. تعالى انت مش هتكسب في مجنون يوتيوب. ماشي يلا بينا. ماشي خلاص. قريب والله. قريب انا موافق. ماشي قدام الكاميرا اهو. قدام الكاميرا. قدام الكاميرا. هشيلها من الفلوج. من ساعه ما كنا بتفتحوا المكان الجديد هنا وبتاع لسه. ماشي. لما شفتك كنت لسه بفكر عايز اخش فري ستايل وانا صغير عشان الحق اعمل حاجات وبتاع. حلو. لما شفتك اللي حصل لك في بطوله الجمهوريه لما اتضايقت ومشيت وبتاع قلت بس انا لازم اخش بقى واعمل كل حاجه، ولما واروح اعملها قدامي يقول وابقى فخور بيا بقى وبتاع، فاهم؟ كنت انا لسه كده مبسوط بيك، بس انت انا عايز وجهه نظرك بقى في الموضوع ده، انك بتتكلم في الحاجات دي. ايه رايك في ان انا سبت البطوله ومشيت كده؟ انت قلت في الفيديو اللي بعده بس. انا عايز رايك انت. انت كنت المفروض تجرب مره كمان، خلاص ما تنفعش، خلاص هو نصيبك. صح. بس انت مشيت على طول ده صح. انا مشيت على طول. حقك يعني، انت مجهز كل ده بقالك كتير موت صح صح. المهم بقى احنا عايزين ناخد تمرين مع بعض. انا حتى من النهارده مش فارقالي. مش النهارده بقى، يوم تاني، عشان النهارده شايف انت زحمه ازاي. ماشي. يوم تاني تيجي حاول ناخد انا وانت تمرينه مع بعض. ماشي. اتفقنا؟ وايه رايك نصورها؟ ماشي. تطلع معايا في ماشي الفلوج؟ طبعا. خلاص خلصان. بس شفت انا جبتك في الاول ازاي بالله عليك؟ انا ما كنتش اعرف. بس ايه رايك؟ حلو جدا. انا بعدها لسه دلوقتي بقول هو لا ايه ده، هو عارف الاسم منين؟ حتى ما حفظت عارف اسمي ولا معايا بطاقه ولا معايا حاجه. بقول لك ما حفظتش معايا. حبيبي. بس انا بحبك جدا. هو انا والله بحبك اكتر الناس اللي انا دخلت فري ستايل عشان بزيها يعني. اقسم بالله انا مبسوط قوي بالكلام ده وان شاء الله ناخد تمرين مع بعض، واقول لك كل اللي انت، اقول لك كل الاسرار بقى بتاع الكاليستنكس، محدش يقول لك على الحاجات دي. ماشي حبيبي حبيبي. سلام سلام. ماشي، عايز حاجه؟ دي اهم حته في الفلوج قسما بالله. اكتر فتره صعبه في اليوم بجد ما بقدرش اتخلى عنه. لحظه الفراق. معلش خلي بالك على نفسك يا حبيبي. حاضر. اوصل وكده ابعت لك. ابعت لي والله تس. فطرتي؟ في واحده بتقول ازاي الانسان يختار هدفه. الموضوع ده بيختلف من شخص للتاني. اختيارك لهدفك ده حاجه، يعني انا شايف ان انت لو هدفك ده حاجه انت بتحبها هتكون مبسوط قوي، لكن ازاي يختار هدفه دي بحس الموضوع ده او السؤال ده شامل قوي. يعني شوفي انت بتحبي تعملي ايه، وايه اكتر حاجه انت حاسه ان انت مرتاحه فيها، واعتقد ان ده هيكون الشغف او الباشن ناحيه الحاجه دي. الهدف بقى ده ان انت هتوصلي لايه في الحاجه دي. فلنفترض مثلا انت بترسمي، بتحبي الرسم، فخلاص ده الباشن بتاعك، الشغف بتاعك ان انت بتحبي ترسمي وبترسمي حلو قوي. الهدف بتاعك بقى ما تبنيهوش يبقى هدف بعيد، خلي الهدف قريب،
علشان تقدري توصلي له، ولما توصلي للهدف القريب ده حطي هدف قريب تاني توصلي له، وهكذا لحد ما هتلاقي نفسك وصلتي لهدف كبير قوي. يعني حطي شورت تيرم جول ولونج تيرم جول علشان الاثنين يبداوا يزقوا بعض وتوصلي للجول الكبير قوي اللي انت نفسك فيه. دي وجهه نظري في ان انت ازاي تختاري هدف. بس حاسس ان الانسان ما بيختارش هدفه. يعني انت بتلاقي نفسك الدنيا بتاخدك وبتمشي، وتلاقي نفسك الهدف اللي انت عايزاه والحاجه اللي انت عايزاها بتتحط قدامك، ربنا بيحطها لك قدامك. في حد بيقول قد ايه ممكن تحس انك وحيد لو انت ما لقيتش ناس قادر تكون معاهم نفسك 100% من غير ما يستنوا منك حاجه. هو كده كده الموضوع ده صعب. انت لو وسط ناس وحاسس ان انت مش نفسك، حاسس ان انت مش انت اصلا ومش مرتاح، هتحس ان انت وحيد. لو انت وسط مليون واحد هتحس ان انت وحيد. ف مش عارف الاحساس ده قد ايه هو صعب وقد ايه مش كويس. بس حاول تختار ناس شبهك او ناس تحس ان انت حواليهم ان انت مرتاح، عشان تحس فعلا ان انت وسط ناس وفي ناس حواليك. لكن طول ما انت الناس اللي حواليك دي انت مش حاسس ان انت مرتاح معاهم ومش حاسس ان انت نفسك معاهم، هتحس ان انت وحيد مهما كنت وسط مليون واحد. ايه لحظه حسيت بذكريات بتنتهي فيها بالايجاب والسلب؟ لحظه حسيت الذكريات بتنتهي فيها بالسلب لما بفقد حد عزيز عليا. يعني انا لما جدي مثلا توفى، حد قريب مني توفى، بحس بالموضوع ده قوي. يعني بحس من الذكريات بتنتهي بطريقه سلبيه، بس في نفس الوقت بفكر فيها ان كلنا كده كده رايحين، وكلنا كده كده باذن الله يا رب يعني نتقابل في نفس الحته ونبقى مع بعض. يعني لحظات حسيت بيها في الايجاب حاجات كتير في حياتي. لما سافرت لعبت بطوله بره مثلت مصر، لما عملت اعلان في التلفزيون لاول مره في حياتي، لما فتحت مكان ذا بروسيس وشوف الناس قد ايه النهارده جايه والناس بتتمرن والناس مبسوطه. كل دي لحظات حسيت بيها فيها بالايجاب وقد ايه انا مبسوط. انا مبسوط قوي قوي قوي. ايه دخلت كومبوين حلو قوي جدا. بقول لك ايه، عايزين نخلينا في الاريا بتاعتنا عشان ما حدش يتضايق مننا. انا سايب المتوازي كله عم بياخد. ازاي تعمل جدول تدريب وايه التمارين وازاي هتعمل فوليوم مناسب وكل ده، هتعرف كل حاجه مع نفسك. وصور نفسك وابدا اسال الناس. خش ابعت لي يا عم قول لي مروان بص دي كده حلوه ولا لا، وانا اساعدك. خلصانه دي. لو انت بتتمرن في البيت انا اساعدك من غير اي حاجه، ابعت لي بس دي قدام الناس اهو. قدام الناس اهو ماشي. خلصانه حبيبي. تسلم. اسمك ايه بقى؟ عمر. ماشي يا عمر. فري اونلاين كوتش ببلاش بالمجان والله يا جدعان. عادي على فكره، انا بحب اساعد الناس. يعني في ناس كتير في فترات كتير في حياتي كنت بمرنها ببلاش اصلا. مش بيفرق معايا اول الموضوع ده بيفرق معايا ان الناس تستفاد فعلا. انا واحد. انت واحد منهم يا بيه. نبقى عايزين نتشارك في حاجه واحده وفي بعدها تشالنج. التشالنج دي هيبقى فيه برضه في جايزه فيه. دلوقتي انت بادئ بقالك قد ايه؟ انا بلعب كاليستينكس بقالي تقريبا 10 11 12 كده. انت بقالك كام؟ انت كان عندك كام سنه اصلا؟ عندي 25. متخرج يعني؟ حلو بسم الله ما شاء الله. متخرج من ايه؟ لغات وترجمه. انت بتعمل معايا انترفيو في الشانل بتاعتي صح؟ اي خدمه. تمام انت قول لي ماشي. متخرج لغات وترجمه بقالي سنتين تقريبا. حلو بسم الله ما شاء الله. متفرغ يعني للتمرين؟ لسه يعتبر انا بقالي ماكس شهرين كاليستانكس. ماشي. معايا هاند ستاند، معايا ماسل اب. حلو. معايا في 6 ال 6. ايه تاني؟ اما انت جاي بس كده كفايه. عايز اخش دايناميك. ما بداتش دايناميك خالص، بس انا لما شفتك تك 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 ده انا بالنسبه لي اصلا جننت. عايز تعمل زيه انا اصلا كده. اصلا انا لازم بحب ان انا اتحرك بصراحه. طب انت بتتمرن فين؟ انا بتمرن عندي في الشروق في المستقبل. في مكان في بارات زي كده ومرتبه؟ طيب انت متردد بس تبدا؟ للاسف يعني الهي البار مش واسعه للدرجه اللي هي اللفه. عادي يعني ممكن وانا بلف يعني اخد دي حضن فاهم. بار قد ده مثلا؟ لا اصغر؟ بار اصغر للاسف. مش عارف قد ايه بس اقصر من دول كلهم للاسف. عادي ممكن تعمل عليه 360 دراجون وبار جينر بالظبط. انا سالت عمر تقريبا قال لي ابدا بال 100 اي سي. ماشي. هي من غير ما تنط ولا تلف ولا اي حاجه تغير صح. وايه تاني وبس. طيب انت المشكله عندك فين؟
المشكله ان انا مش عارف ابدا ازاي، عشان انا عايز اعمل كذا حركه، 3 حركات اساسيين بصراحه. من في ست الهاند ستاند مش عارف اعملها خالص. الهاند ستاند بوش اب مش جايه معايا خالص، مش وجع او ضعف، لا هو بس فكره تكنيك مش معاك. البالانس بتاعي بيبوظ خالص، يعني يا ثابت خالص يا مش عارف، يعني لو حد هف عليا هطير. طيب عشان تظبط البالانس بتاعك حاول تلعب على الارض وتلعب على البارلت، نفس التمرين اللي هتلعبه على الارض تلعبه على البارلت. هنفترض ان انت بتلعب بايك بوش ابس، اوكي، هتعمل 4 مجاميع مثلا، اعمل 2 على الارض و2 على البارلت عشان تحفظ شويه بالانس صوابعك، ازاي صوابعك هتشتغل، وبالانس البارلت ازاي الريست هيتحرك. اوكي، دي اهم حاجه. تمام. والتجربه الكتير، يعني ممكن تعمل من في ست الهاند ستاند دي مره الصبح ومره بالليل، كل يوم مره واحده بس. اوكي، غير ايام التمرين. تمام. ده هيفرق معاك قوي في ان انت تعمل ماسل مايند كونكشن، جسمك هيحفظ الحركه بتاعتك ازاي بتطلع في بتنقل من الفي للهاند ستاند، فالموضوع يبقى اسهل عليك. اوكي ماشي. طب من الهاند ستاند ينزل البو ليفر، او يعتبر اللي هو ما بيلمسش خالص بس ينزل ويطلع تاني، انا دي بالنسبه لي برضو نفسي اعملها جدا. عشان تعمل الحركه اللي انت قلت عليها دي هتحتاج تشتغل على لين بوش اب. عارف لين بوش اب صح؟ او سودو بوش ابس، بيقولوا عليها سودو بوش ابس او لين بوش ابس. تشتغل على دي وتشتغل على البايك بوش اب، الاثنين دول مع بعض، وتشتغل على النيجاتيف من الهاند ستاند. انت بتنزل لل 90 ديجري بس وبتقف بس. تقيله بصراحه، حاول تشتغل عليها حتى لو عدى واحده. معايا استك احط فيه استك؟ لا من غير بند، حاول تنزلها من غير بند حتى لو عدى واحده بس. الفتره المتعارف عليها الناس بتاخدها في قد ايه، او دي ما بتتقالش طبعا عشان جيناتكس؟ بالظبط. كويس ان انت عارف ده، بس يعني انا احب اعرف، عشان انا بصراحه بحب ان انا احط زي جولز. حلوه قوي. الاحسن ان انت حط جول، الجول بتاعك بقى ان انت توصل للجول ده، بس ركز في دي، ما تركزش في البيريد بتاع الوقت دي هتبقى قد ايه. ركز في ان انا مهم اوصل للجول ده. طيب اي حاجه بقى في التمرين واي حاجه في الحياه بالنسبه لي بديلها ايه؟ بديلها 3 شهور. حلو. بعرف من ال3 شهور دول هل في حاجه ممكن تحصل مفيده فعلا، ولا هل الدنيا هتقف وتقفل ومفيش حاجه هتحصل ومفيش حاجه هتتغير. فانت ادي لنفسك 3 شهور على الحركه دي بس. هو ممكن ده عنده برضه خبره في حوار الديسبلين والحاجات دي، فممكن تعالى اقول كلمه. تعالى يلا. سكتة خلاص. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كويس؟ الحمد لله بصحة. بس ايه السؤال؟ حوار الديسبلين ازاي تخلي نفسك. خدوا بقى الوقت بتاعكم. ليه تعالى هي 5 انا واقف معاك وهو واقف معاك. خدوا وقتكم في البلوك عشان صوته يبان. انت قصدك الديسبلين هو الالتزام، ان انت تبقى ملتزم في التمرين او حاجه زي كده. بالظبط. بصراحه وجهه نظري انا مش شايف ان الموضوع محتاج كم الفرهده او نفس كم الكلام الموجود على السوشيال ميديا او الكلام اللي بيتقال. هي الفكره كلها ان انت تحط هدف تلتزم عليه. مش شرط ان انت تقدم 100% في كل تمرينه او في الحاجه اللي انت عايز تتعلمها. وانس ان انت حطيت شو اب، وانس ان انت حطيت هدف لازم على الاقل تشو اب. المجهود اللي انت هتحطه ده بيختلف، ممكن ما تقدرش تدي نفس المجهود كل يوم كل مره، فانت مجرد ما انت تشو اب ده بالنسبه لي ده الالتزام. اوكي. مش لازم تدي كل مره 100% ان انت مش هتعرف تعمل ده. صح. مع الوقت مجهود هيقل بس. بالظبط. صح. زي الفل. الله ينور. عالمي. انا بحب الكونتنت بتاعك جدا حبيبي. شكرا. مبسوط ان انت كنت معانا في الفلوج. ربنا يخليك حبيبي. سعيد. اهم تيبس في الهاند ستاند ان انت تتخيل ان انت واقف على رجلك، ده بيبقى بالظبط زي ما انت واقف على ايدك، الاثنين عمليه واحده. انت لو واقف على رجلك النهارده وانت جيت تزقني من ورا وانا مش عايز اقع، بعمل ايه؟ بستعمل صوابعي. طب لو انا الزقه كانت جامده شويه ما عرفتش احكمها، ايه اللي بيحصل؟ باخد خطوه. علشان كده بتلاقي الناس اللي بتتعلم الهاند ستاند بتقعد تمشي قدام ورا، ده ما عندوش قوه اصلا ان هو يدوس قدام او ورا كفايه، فبيعمل ايه؟ بيروح مع الوقت، بيروح معاه في البولابس بيعملوا تمام. وكده كده انت عشان تشتغل على الناحيه دي والناحيه دي تمرينين مختلفين، مره بتبقى بطنك للحيطه وراك، ومره بتبقى وشك للحيطه علشان تشتغل على دي ودي. طول ما انت حاجه فيهم ضعيفه هتلاقي اغلاط الهاند ستاند بتتكرر معاك. واحد مثلا مقوص ظهره بسبب ان هو ايه؟ الكف عنده ضعيف، مش قادر ان هو يبوش، فبيعمل ايه؟ بيوقع نفسه لقدام. بقول لك ايه؟ ويعتمد على صوابعه زي فرامل ان هو يوقف نفسه. والعكس صحيح. زي ما تخافش. ايه بس؟ هعيد تاني؟ لا كمل. الكيك مش مظبوطه، تعالجها ازاي؟ الكيك مش مظبوطه دي بتبقى في الاغلب محاولات اصلا بتلعب لها حاجه اسمها جي تي جي ازاي؟ بتجيب حيطه قدامك مثلا وكل ساعتين تكيك مره، ويكون التارجت بتاعك انك ايه؟ في كل مره بتكيك ما تلمسش الحيطه. فاهم قصدي؟ بحيث ان انت جسمك يبدا يحفظ ايه؟ وضع المفاجاه. يعني انت جسمك واخد على ان انت بتخش اول مرتين 3 تقع وبعد كده ايه؟ تثبت في الثالثه. فانت بتعمل كل شويه مفاجاه لجسمك. كنت عايز اظبط جوده النوم لان الموضوع ده مؤثر عليا في التمرين، بحس ان انا تعبان، عضلاتي ما بتعملش استشفاء بعد كل تمرين. بتمرن جامد، باكل كويس، ولكن ما بتنامش كويس. يعني ما بنامش كويس.
ممكن تاخد حاجه اسمها مغنيسيوم جلايسينيت. اي شركه ولا مش بترشح حاجه معينه؟ مش هتفرق، انا باخد بتاع اورجانيك نيشن بصراحه كويس. شوف كواليتي من الاخر، والكواليتي دي مش هتيجي غير بالسبورت اللي احنا بنديه لبعض. كنت عامل فلوج مع مروان الجمعه اللي فاتت، كنت بتكلم فيه بقول له هل ممكن الكاليستانكس توصل في يوم ان هي تبقى زي الجيم؟ ممكن ترجع ورا. ايوه منى دخلت مع الولاد. شوف لو نزلت يا منى لسه طب اخر واحد دي حاجه حلوه. كله خايف منك يا سليم، عايزك ثابت زي ما انت. الناس عماله تنزل. برافو يا سليم. انا بشجع دانيال ولا عبد الله؟ تنزل عشان خاطر دانيال اصغر يا جماعه. انت مش هستنزل. لا ما انا محتاجه تيشيرت، ما عنديش هدوم، محتاج تيشيرت صدقني. دانيال شهر تمرين ببلاش. دانيال شهر تمرين بدون نقول يلا دلوقتي. اثنين ثانية معلش سوري. كده فلوج النهارده خلص، واتمنى تكونوا انبسطتوا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتس عايزين نشوف فيديوهات ايه الفتره الجايه. بيس.